السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا، وهنعرف خلالها خلاصة القطرات المرطبة للعين وأهم الجرعات الخاصة بكل نوع فيها. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا، تدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. وقبل ما نعرض القطرات، حابب إنك تعرف إن القطرات دي بنوصفها في حالات جفاف العين وتهيج العين، وده بيحصل في حالات التعرض للشمس لفترات طويلة، أو بعد عمليات العين، أو إن الشخص بيشتغل مهنة بيتعرض فيها لحرارة شديدة زي الفران مثلا، أو حصول جفاف بسبب العدسات اللاصقة، وأي حاجة تانية بتسبب جفاف للعين. ويلا بينا بقى نروح للقطرات. هنبتدي بأول مادة معانا وهي الصوديوم هاليورونيت، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف معروفة زي الهاي باك أترا، والهاي فريش، واللوبري فيسك، والبولي فريش بأنواعها، والسولو فريش، والزايلويال، والهيالو جراند، والهايدرا تيرز. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الهيدروكسي بروبايل ميثايل سيلوز. سيبك من اسم المادة الفعالة، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي التيرز جارد، ودي قطرة مشهورة جدا، والأرتيلاك، ودي بتحتوي على قطرتين في العلبة، واللاستنج تيرز، والأوبتي جارد. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الصوديوم كربوكسي ميثايل سيلوز، ودي طبعا هنلاقيها موجودة في أصناف معروفة جدا زي الريفريش ليكوجيل، والريفريش تيرز، والريفريش بلس، والفارما تيرز، واللاكري تيرز. وخد بالك إن تركيز المادة الفعالة في الريفريش ليكوجيل بيكون 1%، إنما كلهم تركيزهم بيكون نص في المية، وجرعتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الهايبروميلوز، والمادة دي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الجينتيال نوت، والهايدرا بلند، والأوبتي لوبريك. ودول بيكونوا في صورة يوني دوز أو جرعات أحادية. وخد بالك إن الجينتيال بينزل منها برضه في صورة جل، بس بيكون مضاف عليه مادة الكربومير. والقطرات دول جرعتهم في المتوسط بتكون من 3 مرات يوميا إلى 5 مرات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الديكسابنسينول، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الكورنا جيل قطرة للعين، والكورنا جيل في صورة جل للعين. بالنسبة للقطرة فجرعتها بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 5 مرات يوميا. أما بالنسبة للجل فجرعته بتكون مرتين يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الإكتوين، والمادة دي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو الإكتوين أي دروب، ودي بتكون عبارة عن يوني دوز أو جرعة واحدة، وبتكون للأطفال، وفي منها برضه للكبار، لكن بيكون مضاف عليها مادة الهيدروكسي إيسايل سيلولوز. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البوليفينايل الكحول، والمادة دي هنلاقيها موجودة في قطرة معروفة وهي الليكوفيلم تيرز. خد بالك كمان إن الأوبتي فريش بتكون عليها نفس المادة الفعالة لكن مضاف عليها مادة البوفيدون، ودي برضه مادة بتساعد على ترطيب العين. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من مرتين يوميا إلى 4 مرات يوميا. خد بالك إن في شركات بتعمل كومباينيشن بين المواد دي وبعضها أو بين المواد دي ومواد تانية. يعني مثلا ممكن تلاقي مادة الصوديوم هاليورونيت مضاف عليها مادة الديكسابنسينول، ودي هنلاقيها في صنف واحد بس وهو قطرة الهياكارينول، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للي بعد كده وهو مادة الهيدروكسي بروبايل ميثايل سيلولوز مضاف عليها مادة الدكستران، ودي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو النورموتيرز أترا، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من مرتين يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للتركيبة اللي بعد كده وهي الصوديوم كربوكسي ميثايل سيلولوز مضاف عليها مادة الجليسرين، ودي هنلاقيها في قطرة مشهورة لكن بتنقص كتير وهي الأوبتيف، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين 3 مرات يوميا، وممكن تزيد عن كده كمان بوصف الطبيب المعالج. نروح بقى لقطرات مهمين جدا بيحتوي على مواد البولي إيثايل جلايكول مضاف عليها مادة البروبايلين جلايكول. والقطرات دي هي السيستان اي دروب، والسيستان الترا، والسيستان يونيدوز، والسيستان اي جل، بالاضافه الى انك هتلاقي واحده كمان اسمها سيستان هايدريشن، لكن دي بيكون مضاف عليها ماده الصوديوم هيالورونيت كمان. اخر حاجه تعرفها ان في كومباينيشن او تجميعات لثلاث مواد مع بعض،
زي مثلا إنك تلاقي الصوديوم هيالورونيت مضاف عليه مادة الصوديوم كربوكسي ميثايل سيلولوز، مضاف عليهم مادة الجليسرين، ودي هنلاقيها موجودة في البولي فريش إكسترا، ودي بتكون يوني دوز أو أحادية الجرعة، والبولي فريش أدفانسد، ودول جرعتهم بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا أو على حسب وصف الطبيب. نيجي للي بعد كده وهو وجود مادة الصوديوم هيالورونيت مع مادة الصوديوم كلورايد مضاف عليهم مادة الإكتوين، ودول هنلاقيهم في صنف واحد بس وهو الإكتو هيالو يونيدوز، وده جرعته في المتوسط بتكون من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للتركيبة اللي بعد كده وهي الهيدروكسي بروبايل ميثايل سيلوز مضاف عليها مادة الديكسترين بالإضافة إلى وجود مادة البنزال كونيوم كلورايد، والمادة دي بتقضي على البكتيريا والميكروبات، ودول هنلاقيهم في صنف معروف جدا وهو التيرز ناتشرال، وجرعته في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا. نيجي للتركيبة اللي بعد كده وهي البولي فينايل الكحول مضاف عليه مادة البوفيدون، مضاف عليهم مادة التترا هيدروزولين، والمواد دي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو البريفاكوند اي دروب، وده جرعته في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من مرتين يوميا إلى 4 مرات يوميا. في حاجات بقى عايزك تعرفها اسما بس وهي بعض القطرات المستوردة، زي إيه؟ زي التويت تيرز وتويت تيرز اكس بي والبلينك والأوما ستار. آخر حاجة عايزين نذكرها عشان نكون قلنا كل حاجة وهي مادة الكربومير، والمادة دي بتنزل في صورة جل بس وبتكون موجودة في السايلوتيرز والفيديزيك جل، وجرعتهم بتكون دهان من مرتين يوميا إلى 3 مرات يوميا على حسب الحالة. وبكده نكون عرفنا كل قطرات العين المستخدمة كبديل دموع لترطيب العين، وكمان عرفنا أهم الجرعات الخاصة بيهم، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا شير ليها لأن ده بيساهم في نشر الحلقة لأكبر عدد من الناس. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.